السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الله يدخل عليكم هاد العواشر بالصحه والسلامه وباش كتمناو ان شاء الله. كما كتشوفوا هاد الايام راح في تحضيرات الحلويات العيد، يعني كاينه واحد السلسله غادي نشاركها معكم، والحليوه اللي درتها راه غنشاركها معكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنا غادي نشارك معكم واحد الحليوه ديال التمر اللي كتجي رائعه وكتذوب في الفم البنات وغزاله بزاف، واللي كلاها عندي كتعجبو. والمقادير ديال ماما الله يرحمها والله يوسع عليها ضيقه القبور في هاد العواشر هذه. المهم كما كتشوفوا المقادير سهله وبسيطه. عندنا 250 غرام ديال الزبده النوعيه اللي كتفضلوا، قبيصه ديال الملح وجوج كيسان ديال الزيت بمقياس كاس العنبه وكاس ديال المزهر. هادو هما المقادير اللي كاينه في هاد العجين هذا. ممكن ما كتشوفوا كنحاولوا ما امكن ان هذيك الزبده والزيت ندخلوها في بعضياتها، يعني تتولي على شكل بوماد، ومن بعد غادي نضيفوا هذاك الكاس ديال المزهر. غير هنا الكاس ديال المزهر راه ما تيدخلش دغيا في الخليط، يعني خصو شويه ديال اتساع الخاطر تندخلوا هذاك المزهر كما شفتوا كامل في هذيك الزبده والزيت. ومن بعد غادي نبداو نضيفوا الطحين على حسب الخليط. والبنات لهنا العجين ما نعجنوهاش، نحاولوا اننا نخدموها بالطريقه ديال الصابلي باش كتجي مرمله وكتجي كتذوب في الفم. وهنا راه ما دايرينش حس ديال السنيده فيها نهائيا، يعني ما دايرين السكر. كنبقاو غاديين بهذا الشكل هذا حتى كنجمعوا هاد العجين، وراه كتجي رطبه بزاف البنات كما شفتوا وكتجي هشيشه. ومن بعد غادي ندوزو دابا نحضروا الحشوه ديال التمر. التمر غادي ناخذوا كما قلت لكم ديما تمر الامارات هما اللي تيكون التمر ديالهم رطب ما تيكونش قاصح. غادي نضيفوا واحد نص معلقه ديال القرنفل ونص معلقه ديال القرفه ونص معلقه ديال السكينجبير وواحد الرشيشه ديال الكوزه. هادشي باش كنسمو التمر كيجي المذاق ديالو وواحد النسمه فيه رائعه. غادي نضيفوا معلقه ديال الزبده وجوج معالق ديال المزهر، وغادي نعجنوا هاد التمر مزيان حتى ندخلوا هاد التوابل اللي درنا وهاد التنسيمات اللي درنا ليه باش يدخل مزيان في التمر. كيف ما شفتوا هذا هو التمر وهذا هو العجين. وكيف ما شفتوا البنات غادي نخدمها بهذا الطابع هذا ديال المعمول، كتجي به زوينه، ولكن الاختيار انك تشكليها كيف ما بغيتي. ممكن انك ديريها حربول وتعمريه بالتمر وتقطعيه على شكل معينات، راه كيجي زوين، اولا تخدميها بالمنقاش، لك الاختيار. ممكن ما شفتوا البنات كتجي بهذا الشكل هذا، كيجي المنظر ديالها زوين. وغنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا هذه الكميه كامله اللي عندنا ديال العجينه. وكيف ما شفتوا البنات كملتها وغادي ندخلها دابا للفران. الطريقه ديال الطهي ديالها البنات راه كتبقى اللون ديالها ابيض، ما كتجيش محمره بزاف، غير كتذهب واحد شويه. وكنبعدوها على العافيه وكنخليوها طيب على عافيه مهيله، وما نخليوهاش البنات مده طويله في الفران، لان الا خليناها التمر كيقصاح. يعني نردوا البال غير تبدا الذهب شويه من التحت كنهبطوها نشعلوا عليها الفوق غير تنشف واحد شويه ونحيدوها، ومن بعد نخليوها غير تدفى ونمرمدوها في السكر كلاصي. وكتجي البنات بهذا الشكل هذا، راه ما نقولش لكم كتجي خطيره وكتذوب في الفم. انا راه واخا الفيديو اللي قبل يعني عمرت هذاك الفقاس بالتمر، ضروري الدراري ما كيطلبوها مني كل عيد وضروري خصني نديرها مزيانه حتى الوليدات الصغار، لانها عامره بالتمر، نعطيوهم شي حاجه اللي مفيده ياكلوها. ومن هذا الفيديو هذا كنبغي نشكر مجموعه الصدق والتعاون، اقوى واصدق مجموعه في اليوتيوب برئاسه العملاق اتوميكس فلوغ، يدعم في جميع الشروط، الساعات، العصافير، الدولار، سوبر شات، دعم حقيقي وصادق من العملاق. ما تردوش انكم تدخلوا لهذه المجموعه هذه، جربوا وحكموا، ما غاديش تندموا، لانها مجموعه صادقه وكتدعم القنوات ودعم حقيقي.
وكنا صراحه مع هاد المجموعه هادي شفنا غير الخير. مرحبا بكم. اللي بغى الدعم عليه اللي يخلي لي تعليق تحت هذا الفيديو هذا، ونوصلوا ان شاء الله للمجموعه ويشوف معنا الخير ويفرح بقناته. نتمنى هاد الحليوه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في هذا العيد هذا ان شاء الله. وما تنساونيش دائما من التعاليق المحفزه ولي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء وفعلوا الجرس باش يوصلكم مني كل جديد. وكنبغي نشكر الناس اللي كيخليو لي التعاليق الزوينه، وكنبغي نقول لكم عواشركم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد وبصحه وراحه.